كلنا عايزين نتعلم انجليزي لان الانجليزي مبقاش رفاهيه، محتاج تتعلمه عشان تاخد تعليم احسن او تسافر منحه معينه او حتى تزود مرتبك او تشتغل في الفريلانسنج زي ما شرحنا في الحلقه اللي فاتت ازاي تشتغل حوالي 7 وظائف وانت طالب من بيتك، ولقينا ان فيهم وظائف هتحتاج ان انت يبقى معاك انجليزي حتى لو نص نص. انصحكم تشوفوا الحلقه دي لانها مهمه. اذا فتعلم الانجليزي شيء مهم جدا، وعلشان كده انا جاي النهارده اشارك معاكم خطه كامله لتعلم اللغه الانجليزيه، وكل المصادر والمواقع والحاجات اللي هنستخدمها النهارده مجانيه، وفوق كل ده من بيتك. يعني هتتعلم انجليزي من بيتك وكمان ببلاش. فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا هنا على القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخلونا يلا صديقي نتكلم ازاي بقى تبدأ تتعلم انجليزي ويبقى معاك خطة كاملة لتعلم اللغة الانجليزية بمصادر مجانية ومن بيتك. اول حاجة لازم تعملها عشان تتعلم انجليزي لازم تعرف انت فين بالظبط. يعني انت محي خالص ما تعرفش حاجة في الانجليزي، ولا انت مبتدئ ومعاك الاساسيات، ولا انت مستواك متوسط، ولا انت فين بالظبط. وعلشان كده لازم الاول تمتحن نفسك وتعرف انت مستواك ايه. وهنا يجي دور اول موقع معانا. هتدخل على دولينجو انجلش تيست، وطبعا اي موقع اذكره لك النهارده الرابط بتاعه هتلاقيه تحت في وصف الفيديو اللي هو الديسكريبشن، الكلام اللي تحت الفيديو هجمع فيه كل الروابط اللي هتكلم عنها النهارده. لما تدخل على الموقع ده هتلاقي عليه حاجات كتير جدا، من ضمنها اختبار. الاختبار ده بتبدا تحل الاسئله بتاعته، ففي النهايه بيعرفك انت مستواك ايه. وعشان تبقى عارف مستويات اللغه الانجليزيه 6 مستويات. فكك بقى من الناس اللي بتنصب عليك وتقول لك تعالى نديك 12 مستوى ب 500 جنيه والحاجات دي. مفيش 12 مستوى اصلا، هم 6 مستويات. A1 A2 دول اللي هم الناس المبتدئين، B1 وB2 دي الناس المتوسطه، C1 وC2 ودي الناس اللي هي الانجليزي بتاعها بقى في حته ثانيه. وانت لو وصلت لB2 او C1 فانت كده حلو جدا وفي حته جامده قوي 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 يعني. فانت بعد الامتحان ده هتعرف انت A1 ولا A2 ولا B1 ولا B2 ولا انت ايه بالظبط، علشان بناء عن كده تعرف ايه الكورسات وايه المحتوى اللي انت لازم تاخده المناسب للمستوى بتاعك. بعد كده بعد ما عرفت المستوى بتاعك عايزك تخصص لنفسك ساعتين بس كل يوم لمده 30 يوم، يعني ساعتين لمده شهر. وخلي بالك مش كتير، انت ممكن تبقى خارج مع اصحابك ولا بتلعب ولا بتعمل اي حاجه في 3 و4 ساعات. فانا بقول لك من يومك هناخد ساعتين بس. طبعا ساعتين دول خلال شهر، لو انت حد شادد حلو ممكن تقلل المده دي، بس هيبقى اكتر من شهر، ممكن يبقى شهرين وممكن 3 لو عايز تقلل المده دي وشايف ان هي كتير عليك. الساعتين دول بقى يا طارق هنعمل فيهم ايه؟ في الساعتين دول يا صديقي هنقدر نعلي مستوانا من مستوى لمستوى اعلى. يعني لو انت B1 هتعلي نفسك لB2 ان شاء الله بعد الشهر ده. وفي كل نص ساعه من الساعتين دول هنعمل حاجه معينه هقولك عليها دلوقتي. اول نص ساعه معانا هتدخل على الموقع ده، وده موقع من خلاله تقدر تراجع على دروس الجرامر. ولو مش عارف ايه الجرامر ده فده يعتبر النحو بتاع الانجليزي. هتلاقي على الموقع ده كل المستويات بتاعت الانجليزي، يعني جرامر مناسب ل A1 وجرامر مناسب ل A2 ومناسب ل B1 ومناسب ل B2. انت تشوف مستواك اللي انت لسه عارفه دلوقتي من الاختبار اللي انت امتحنته مستواك ايه، وتبدأ تاخد الجرامر بتاع المستوى ده. وهتلاقي ان مخصص لكل مستوى 30 درس. يعني لو الخطه بتاعتنا زي ما قلنا 30 يوم يبقى انت كل يوم هتاخد لك درس واحد بس في الجرامر. وطبعا الجرامر ده يا صديقي هو اللي بيساعدك انك تبني الجمله صح. يعني زي ما بنقول كده في العربي تبقى عارف فين المبتدا وفين الخبر وايه اللي بيتحط له اضافات مش عارف ايه، ولما بنجمعه بيبقى ايه. الجرامر بيساعدك في الحاجات دي. تاني نص ساعه معانا عايزين ننمي بقى مهاره زي مهاره الاستماع، لان خلي بالك انت عشان تتعلم اي لغه في عندك 4 مهارات مهمين لازم تتعلمهم: قراءه وكتابه واستماع وتحدث. فانا دلوقتي جاي اكلمك عن ازاي تطور ال4 دول، وهنبدا بالاستماع. هتدخل على قناه على اليوتيوب اسمها انجلش سبيكنج كورس، وطبعا مش محتاج اكد لك ان كل الروابط تحت في وصف الفيديو. القناه دي عليها فيديوهات كتير جدا فيها لغه مناسبه لكل المستويات. لما بتبدا تسمعها هيبدا المستوى بتاعك يتطور، لانك هتبدا تشغل ودنك وتسمع انجليزي صح. وانت بتتفرج على الفيديوهات دي شغل الكابشنز، يعني الكتابه اللي بتتكتب قدامك اللي هي نفس الكلام اللي بيتقال، علشان تبقى شايف الكلام اللي ودنك سامعاه وتتاكد انك سامع الكلام ده مظبوط وعارف انت بتسمع ايه كويس. هيجي واحد صاحبنا يقول انا سمعت يا طارق ان احنا ممكن نسمع اغاني عشان الاغاني هتحسن الاستماع بتاعنا ونبدا نفهم انجليزي. هاجي اقول لك يا صديقي ان ليه نسمع اغاني؟ اول حاجه ممكن تكون حرام فانت كده بتاخد ذنوب. تاني حاجه ان اغلب الاغاني اللي انت بتسمعها فيها الفاظ وفيها حاجات انت اصلا مش هتستخدمها في يومك. فانت اذا بتستمع لكلام انجليزي، بس كلام انجليزي انت مش محتاجه في حياتك لانك مش هتستخدم الكلمات دي في الشغل بتاعك او في التعليم بتاعك.
يبقى انت استفدت ايه غير انك سمعت اغاني وخدت ذنوب وخلاص؟ وعلشان كده برشح لكم قناه زي اللي قلتها لكم دلوقتي، او تسمع اي بودكاست انجلش، لان ده هو بقى الكلام الانجليزي اللي بجد اللي انت هتستخدمه في حياتك، اللي انت محتاج تسمعه، مش الكلام بتاع الاغاني. وقبل ما اكمل يا صديقي واقول لك تالت نص ساعه تعمل فيها ايه، هو انت نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب؟ انزل يا صديقي اعمل لايك واعمل سبسكرايب وشارك الفيديو ده مع اصحابك، خلي الفايده تعم. ولو لسه مكمل معانا الحلقه لغايه هنا، انزل اكتب لي رقم 11 عشان اعرف مين صاحبنا المصحصح ومركز معانا ووصل معانا لغايه هنا. تالت نص ساعه معانا دي بقى هنخصصها لمهاره الكتابه. هتبدا تكتب او تلخص الفيديو اللي انت لسه سامعه من شويه، اكتبه باسلوبك انت، وبعدها هتاخد السكريبت اللي انت كتبته ده وتحطه على الموقع ده. والموقع ده مهمته ان هو هيصحح لك بقى الاخطاء بتاعه الكتابه بتاعتك. يعني يقول لك لا الكلمه دي ما تتكتبش كده، دي تتكتب كده، او انت مصرفها غلط، او كان المفروض تتكتب دي مكانها، او الكلمه دي احسن من الكلمه دي. هيبدا يعدل على الكتابه بتاعتك. وطبعا دي هتحل لك مشكله كبيره جدا، ان احنا بنتحرج نعمل الكلام ده مع اشخاص يتريقوا علينا، يشوفونا مش فاهمين انجليزي، يشوفونا بنغلط، رغم ان ده عادي بس احنا بنتحرج. عشان كده انا اغلب الحلقه النهارده او كل الحلقه اصلا هتتعامل مع روبوتات وهتتعامل مع مواقع، مش هخليك تتعامل مع بشر عشان ما تتحرجش خالص. يعني انت لو طلع عندك كل السكريبت اللي انت كتبته غلط، محدش عارف انك غلطت، هو بس الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي انت بتكلمه ده هيصحح لك الغلطات دي في كل هدوء وانت مسطور كده من الاخر. كده يا صديقي احنا اتكلمنا عن الاستماع واتكلمنا عن القراءه واتكلمنا عن الكتابه واتكلمنا عن كل الحاجات دي. نيجي بقى يا صديقي لرابع نص ساعه معانا واخر نص ساعه في الساعتين. هتجيب السكريبت اللي انت لسه كاتبه يا صديقي بعد ما عدلته وظبطته، وتبدا تقراه قدام المرايه، وتبدا تشوف انت بتتكلم ازاي وبتقرا ازاي ومخارج الالفاظ بتاعتك عامله ازاي. هيجي واحد صاحبنا يقول طب افرض يا طارق بقى انا كتبت صح بس بقرا غلط، هعرف ازاي ان النطق بتاعي ده صح؟ هقول لك اكيد حركه زي دي مش هتفوت على اخوك في فيديو زي ده انا عايز افيدكم فيه. وانت بتقرا يا صديقي سجل الكلام اللي انت بتقراه، وبعد كده تاخد ملف الصوت اللي انت سجلته وتحطه على الموقع اللي هيظهر ده، والموقع ده هيسمع كل الكلام اللي انت قلته ويبدا يظبطه لك، يقول لك لا الكلمه دي نطقها غلط، لا الكلمه دي مش صح، لا انت المفروض تعمل مش عارف ايه، وهيبدا يظبط لك اخطائك في النطق. فبكده يا صديقي انا خليت لك موقع يصحح لك الكلام اللي انت كتبته، وموقع تاني يصحح لك الكلام اللي انت قراته، وكل حاجه معاك بتتصحح اي اي كده، ذكاء اصطناعي بدون اي تدخل من بشر، فما فيش اي احراج في الموضوع خالص، وانت قاعد براحتك في بيتك معزز مكرم، وكل ده ببلاش. خلصنا كده طارق الساعتين بتوعنا، عملنا نص ساعه قراءه ونص ساعه كتابه ونص ساعه مش عارف عملنا ايه. انا كده خلاص خلصت الساعتين يا طارق، ممكن اعمل حاجه تانية؟ اقول لك ايوه صديقي، عايزين بقى نمارس اللغه، الحاجات اللي احنا اتعلمناها دي عايزين نبدا نكلم ناس بتتكلم انجليزي ونمارس معاهم اللغه، عشان بتحرج اكلم محمد صاحبي ولا لبنى صاحبتي واتكلم معاهم انجليزي فيتريقوا عليا. فانا عايز بقى ناس ولا تعرفني ولا اعرفها وبيتكلموا انجليزي، وابدا اتكلم معاهم انجليزي كده وامارس اللغه، عشان اللغه كده تتخمر في دماغي. هقول لك برضو ان انا جايب لك موقع عشان كده، وهو موقع فري فور توك. الموقع ده يا صديقي هتدخل عليه هتلاقي جروبات كتير جدا، تقدر تدخل اي جروب منهم وتتكلم معاهم باللغه الانجليزيه وتمارس اللغه بتاعتك. اغلب الناس اللي عليه من حول العالم بيتكلموا لغات كتير جدا، فانت تدخل جروبات اللغه الانجليزيه عشان تمارس معاهم اللغه وتسمع كلامهم وتتعلم منهم، وانت كمان تتكلم وتوريهم النطق بتاعك وتساعدوا بعض. وبرضه يا صديقي الموقع ده مجاني. اعتقد بالشكل ده انا عملت معاك الواجب وزياده، بس لازم برضه يا صديقي احقاقا للحق اوضح حاجه مهمه. الخطه دي والسكريبت ده مش شغل العبد لله. انا في الحقيقه كنت بقلب على الانستجرام فشفت 2 شباب عاملين الخطه الكامله دي، فحبيت اخدها واعملها فيديو كامل واشرحه بالتفصيل واوريكم بالفيديو علشان اساعدكم تعملوا الخطه دي. فانا حابب اشكر الناس دي واقول ان حق الحلقه دي والسكريبت بتاعها هو بتاعهم مش بتاعي، فانا بشكرهم ان هم شفت عندهم الحاجه الكويسه دي فحبيت اشاركها مع الناس. فاي حد عايز الرابط بتاع قناه الناس دي يكتب لي تحت في التعليقات وابعت لكم الروابط بتاعتهم، لانهم فعلا قناتهم كويسه وبتساعدك جامد جدا انك تحسن اللغه الانجليزيه. ما كانش ينفع في الفيديو غير لما اشكر الناس دي واديهم حقهم واقول الحقيقه ان السكريبت ده والحلقه دي مش انا اللي كاتبها 100%، انا مزود حاجات من عندي ومشارك حاجات من عندي، بس الفضل الكبير للناس دي. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى انت كمان تكون نزلت عملت لي لايك حلو زيك، عملت لي سبسكرايب جميل، فعلت زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي كملوا الحلقه دي للنهايه. اتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم وتعلمتوا بقى انجليزي صح. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.